السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا طلاب الصف الثاني الثانوي دفعة 2026. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وكالعادة صلوا على سيدنا النبي. ووصلنا مع بعض النهارده لاخر محاضرة في المنهج اللي هنعمل زي الاسبوع اللي فات، تبقى المحاضرة بالاسئلة بتاعتها كلها في حصة واحدة عشان ما ندخلكش يا عم على المنصة ولا تتعب ولا تروح ولا تيجي، ونبقى ودعنا المنهج بتاعنا نهاية الوداع النهارده، ونبقى اللهم لك الحمد الكتاب بتاعنا الكبير ده اللي انت جبته، الناس اللي اشترت الكتاب نبقى خلصناه من الجلدة للجلدة الحمد لله بجميع مستوياته. وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسنات. أولا بس عندي رسالة موجهة لطلبة الأزهر اللي بينتقدونا، وفي منهم بينتقدونا، أنا مستغرب والله بشكل به سوء أدب واحترام للأسف. يعني لما بعد اللي أنا بعمله ده كله من أول السنة لحد دلوقتي الاقي مثلا بنت كاتبالي ولا ولد انت مستر انت سوحتنا عشان خلصت المنهج يا ستي، وهي كمان ايه كاتبه الكومنت ده، وكانت بتسال على المحاضره بتاعت الحركه الدائريه، والمحاضره كانت بتترفع يعني بعد الكومنت بتاع ده المحاضره نزلت بساعه. يعني هل العلاقه وصلت للدرجه دي؟ يعني هل انت مش مقدر اللي اشرف حسام بيعمله من اول السنه ما بدات لحد دلوقتي؟ مش مكلفك اي جنيه وبيشرح المنهج بدون مقابل، دخول على المنصه بدون مقابل، تسليم الواجب بدون مقابل، واجب بدون مقابل. هل ده كله راح؟ فانا بس حزين. يعني تقول لي مستر طب ما احنا مالناش دعوه، امتحاننا متقدمه وكل حاجه. طب انا على قد ما اقدر خلصت لك المنهج بتاعك. يعني بعد الحصه دي النهارده ان شاء الله انا خلصت اللهم لك الحمد المنهج بتاعك، ورجعت لك على نص المنهج الاولاني. فده شيء غصب عننا، خصوصا ان احنا رقم واحد بنخاطب جميع الفئات والله كل حاجه، بس انت ما تعرفش الفتره دي احنا مضغوطين مع طلبه ثالثه ثانوي ازاي، اللي عندهم مستقبلهم وكل حاجه. طب يا مستر ما احنا كمان مهمين، انتوا مهمين جدا مش مهمين بس، يعني انتوا والله مهمين جدا، بس يعني كان الواحد بيتمنى ان ما يسمعش اي كومنت سلبي من اي حد، لان احنا السنه دي تعبانين جدا جدا والله جدا. ومش عايز اقول لك ان الترم الثاني رغم من نجاح الترم الاولاني كام نصيحه جات لنا ان يا مستر طب ما تركز بقى في ثالثه وضيفني على المراجعات ومش عارف ايه، وابقى انزل لهم مراجعات وبتاع، ما تلزمش نفسك بحاجه يعني. لا بس احنا الزمنا نفسنا اللهم لك الحمد قبل شهر 5 ما يخلص بشويه كمان اهو، واحنا مخلصين المنهج اللهم لك الحمد، ومراجعين على نص المنهج، وحلينا اسئله التقييمات مع بعض كلها، ودخلتوا الامتحان وانتوا شفتوا مستوى الامتحان ده برايكم انتوا، يعني برايكم انتوا مستوى الامتحان بالنسبه للي احنا بناخده عاملين ازاي. فانا تربيتي كده، ما احبش حد يبقى زعلان مني، فلو في حد زعلان مني اتمنى انك تلتمس لي العذر لو اتاخرت عليك 24 ساعه. يعني في ناس بتحاسبنا باليوم مش بالاسبوع، مش مثلا اتاخرت عليك اسبوع ولا حاجه، لا حاجه كمان. احنا السيستم بتاعنا من اول السنه ان احنا بننزل لك محاضره كل اسبوع، ده احنا مش ضاغطينك خالص، ده احنا مدلعينك، احنا مش محسسينك ان انت بتاخد محتوى اصلا اللهم لك الحمد من غير ما تحس. رغم ان معظم المدرسين مش بعيب فيهم والله، هم احسن مني 100 مره طبعا، كلهم احسن مني 100 مره، لما بينزلوا محاضرتين في الاسبوع ده لود عليك، احنا ريحناك. طب يا مستر ما احنا ريحتنا بس خلصنا المنهج متاخر، ايه يعني خلصنا المنهج متاخر اسبوع 3 4 5 6 ايام؟ فما اعتقدش ان ده يستدعي الرياكشن بتاع بعض طلبه الازهر. ومع ذلك يعني انا بتاسف لك، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تبقى خلصت المنهج معانا وشفته قبل الامتحان، وان شاء الله هتخش الامتحان وهتعرف ان احنا المستوى اللي كنا شغالين بيه اعلى بكتير ان شاء الله من الامتحان اللي هيجيلك. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، الطلبه بقى اللي مش ازهر، الثانوي العام، طلبه الثانويه العامه، هل احنا متاخرين؟ احنا مخلصين الحمد لله اكتر من الخطه بتاعتنا بكتير. يعني انا كنت متارجت اصلا نخلص المنهج ده بتاعنا على اول 5، تمام، ويبقى معانا مثلا اسبوعين نراجع فيهم لحد امتحاناتها غير مراجعات ليله الامتحان، فده كده فل وعسل قوي يعني. فان احنا مخلصين دلوقتي، انا ما اعرفش انت مراقم ولا مش مراقم، بس لو انت مش مراقم وبتمشي بتجري معانا زي طلبه الازهر زي الفل. طب لو انت متاخر وهتخلص المحاضره دي بعد اسبوع من دلوقتي برضو ما عنديش مشكله زي الفل، بس استعد بقى للمراجعات النهائيه عشان ان شاء الله نعمل اقوى مراجعات في مصر زي ما انتم متعودين معانا في امتحانات الشهور، او اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام
امتحانات الترم الاولاني وشفنا المجهود اللي اتبذل وشفنا مستوى الامتحان بالنسبه للي كنا بناخده عامل ازاي. وما تخافش، هنحل اسئله التقييمات كلها وكتب كتاب الامتحان، الامتحانات الشامله اللي في ظهره كلها، مش هتسيب حاجه. انت نفسك هتزهق مني الفتره اللي جايه دي. بس بدايه الاسبوع بتاعت ثانويه عامه مع المراجعات النهائيه كانت ضغطه صعبه جدا جدا. مش عايز اضيع وقت كتير، بس حبيت اقول الكلام ده عشان نتاسف للناس اللي زعلانه مننا، ونحاول نطمن الناس برضو اللي هم ثانوي عام مش ازهر ان احنا الحمد لله زي الفل وهنراجع ونلحق ونعمل كل حاجه. وتعالى ما نضيعش وقت ونسمي الله ونبدا في المحاضره السهله قوي 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 اللي كلها او معظمها معتمد على افكار كتير خدناها الاسبوع اللي فات. فلو انت ذاكرت محاضره الحركه الدائريه كويس، الدنيا النهارده هتبقى سهله قوي. نسمي الله. بسم الله. بص حبيب قلبي، عمك نيوتن اللي ما سابش نوع من انواع القوه واتكلم عليها سواء الترم اللي فات وبرضه كان معانا بيشارك كده ايه من بعيد لبعيد الترم التاني. حابب يقول لك على معلومه مهمه جدا، ان اي جسمين موجودين في الدنيا بينشا بينهما قوه تجاذب. ايه ده؟ اي جسمين؟ يعني يا مستر القلم ده جسم وانا جسم، ما بيننا قوه تجاذب؟ طب انا جسم والكاميرا اللي بتصورني دي جسم، ما بيننا قوه تجاذب؟ طب ليه يا مستر طالما في قوه تجاذب بيننا وبين بعض ليه القلم ما قربليش او ليه انا ما قربتش للقلم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. بس الخلاصه اي جسمين، وانا فرضت كده ان انا عندي جسم كتلته ام اسمه ام سمول، وعندي جسم تاني كتلته اسمها ام كابيتال، ينشا بينهما قوه تجاذب. طب احنا عايزين نحسب قوه التجاذب دي. يا عم نيوتن انت اكتشفت ايه؟ نيوتن قال لنا والله انا اكتشفت ان قوه التجاذب دي بتتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتي الجسمين. وبص يا سيدي، لو انا قلت لك ان الجسم الاول ده ليه مركز والجسم الثاني ليه مركز، المسافه ما بين مركزي الجسمين او بطريقه ثانيه البعد بين مركزي الجسمين هنسميه ار. هنسميه ايه؟ ار. عمك نيوتن قال ان قوه الجذب دي بتتناسب عكسيا مع مربع المسافه بين مركزي الجسمين. يبقى لو الجسم اللي كتلته صغيره والجسم اللي كتلته كبيره المسافه بين مركزيهما اسمها ار، قوه الجذب بتتناسب عكسيا مع مربع المسافه بين مركزيهما. ما تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هل من دولت ينفع بعد اذنك نجمعهم انا وانت في علاقه واحده؟ ممكن اخش اقول اذا هنا اف وهنا اف نزلها، تناسب نزلها. يا سلام لو حد كمل. الام مع الام علاقه طرديه بنحطها في البسط. الار سكوير علاقه عكسيه بنحطها في المقام. وانا وانت كنا اتعلمنا مع بعض الترم اللي فات لو حد فاكر ان احنا لو حبينا ننزل القانون زي ما هو بس عايزين نحول ده القانون، يعني عايزين نشيل علامه التناسب ونحط يساوي. ذاكر بقى معايا المعلومه دي عشان السنه الجايه. عشان نشيل علامه التناسب ونحط يساوي لازم نحط رقم ثابت. رقم ايه؟ ثابت. الرقم الثابت ده هنسميه جي. هنسميه ايه؟ جي. لسه هنتكلم عليه كمان شويه، بس عايزك بس تعرف اسمه ان جي ده حبيب قلبي بنسميه ثابت. بسم الله. الجذب العام. عايز اسمع بصوت عالي، يلا اسمه ايه؟ سمعني ها. ثابت الجذب العام. اعلى اسمه ايه؟ ثابت الجذب العام. اخر مره اسمه ايه؟ ثابت الجذب العام. طب ما تصلوا على سيدنا النبي. طيب كده انا عايز احول بقى القانون ده لكلام نص ممكن نكتبه. احنا كده وصلنا ان اي جسمين ينشا بينهما قوه تجاذب. قوه التجاذب دي بتتناسب طرديا مع الكتله وعكسيا مع مربع المسافه بين مركزيهما. اكتب الكلام ده ان قانون الجذب العام. نص القانون بقى بيقول ايه؟ ان اي جسم مادي ينشأ بينه وبين أي جسم آخر قوة اللي اسمها قوة التجاذب. مالها دي يا عم؟ لأن إن القوة دي حبايب قلبي تتناسب مع إيه؟ طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع بسم الله المسافة بين مركزيهما. صليتوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب عشان نختم السبوره دي ختم حلو، تيجي نتمرن انا وانت على القانون ده في شويه علاقات بينيه. يعني لو جبت لك مثلا سؤال زي ده وزي ده وقلت لك احسب لي لو سمحت الاسلوب. طب يا مستر احنا خلاص بقى اخواتنا اللي بيتابعونا من الترم اللي فات احنا متعودين عشان نجيب الاسلوب بنمشي على خطوتين. واحد، خش هات علاقه بين الحاجه اللي فوق والحاجه اللي تحت. طب ما احنا ما خدناش النهارده غير قانون ان قوه التجاذب بتساوي جي ام على ار سكوير. الخطوه الثانيه مين هو الاسلوب؟ الاسلوب هو معامل محور السينات، صح؟
محور السينات هنا اسمه ام ام، يبقى المين معامل ام ام اللي هو مين على مين؟ جي على ار سكوير. يبقى الاسلوب هيساوي جي على ار سكوير. وبالمثل نفس الكلام، عشان نجيب الاسلوب هنمشي على خطوتين. واحد، خش هات علاقه بين الحاجه اللي فوق والحاجه اللي تحت، ان الاف هتساوي جي ام ام على ار سكوير، عشان اخش بعد كده اقول له ان الخطوه الثانيه هات الاسلوب. مين هو الاسلوب؟ معامل محور السينات. محور السينات هو 1 على ار سكوير، يبقى المين مين هو؟ مش 1 على ار سكوير، معامل 1 على ار سكوير. فال1 على ار سكوير مين معاملها؟ البسط ده كله اللي هو جي ام ام. صليتوا على سيدنا النبي. فالسبوره دي مهمه عشان الجزء اللي جاي كله مبني عليها. الخلاصه ان اي جسمين ينشا بينهما قوه تجاذب رمزها اف، تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين، وبتتناسب عكسيا مع مربع المسافه بينهما. عشان نشيل علامه التناسب ونحط يساوي حطينا رقم ثابت سميناه ثابت الجذب العام، وكتبنا الكلام ده زي ما هو مكتوب بس بالعربي عشان نسمي نص القانون قانون الجذب العام لنيوتن، واتمرنا عليه كده بعلاقتين بيانيتين في الحنين كده منه في الاول، علشان نبقى عدينا مع بعض اول سبوره من الثلاث سبورات على خير. ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش احنا وصلنا دلوقتي ان الاف بتساوي جي ام ام على ار سكوير؟ حصل. استاذنك من هنا ممكن تجيب لي جي دي في طرف لوحدها؟ اضرب وسطين في طرفين، يبقى اف في ار سكوير اهي ده في ده على ام ام. ده القانون بتاع الجي. الجي اللي انا وانت سميناه بالعربي اهو ثابت الجذب العام. عايزين بقى نعرف عنه 3 معلومات. الوحده، صيغه الابعاد هو بكام؟ ما تصلوا على سيدنا النبي. نبدا اول حاجه بالوحده. هل ممكن نستنتج وحده ليه من هنا؟ ازاي؟ تعال اقول لك بقى. ممكن نعملها حتى هنا على جنب ونمسحها. هو مش انا بستنتج الوحده من القانون؟ حصل. طب ما القوه بنقيسها بالنيوتن. نص القطر او مش نص القطر، المسافه بنقيسها بالمتر، بس هنا هي ار تربيع فتبقى متر ولا متر تربيع؟ متر تربيع. طب الكتله كيلو جرام، طب هنا كيلو جرام وهنا كيلو جرام، كيلو جرام في كيلو جرام تبقى كيلو جرام تربيع. عشان تبقى اول وحده عندنا نيوتن متر تربيع كيلو جرام تربيع بس في المقام. فبنكتبها ازاي؟ نيوتن، ادي اول وحده، نيوتن متر تربيع على كيلو جرام تربيع، ادي اول وحده عندنا. طب هل ممكن نستنتج وحده ثانيه؟ افكرك. فاكرين لما كنا بنقول على جنب هنا ان نيوتن دي قوه، وانا عارف ان القوه بتساوي الكتله في العجله من الترم اللي فات. طب ما الكتله كيلو جرام والعجله متر على الثانيه تربيع، الكلام بتاع الاطفال ده بتاع الترم اللي فات. طب ما تيجي نعوض هنا ازاي؟ مش انت كنت كاتب نيوتن في متر تربيع على كيلو جرام تربيع؟ فلو جينا هنا نزلنا المتر تربيع ونزلنا كيلو جرام تربيع، اسال بقى سؤال للناس الجامده، فرحني يلا ورد عليا. مش انا ممكن اشيل نيوتن واحط بداله كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، يبقى نحط الثانيه تربيع في المقام طالما في عدد. ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل ان المتر اتضرب في المتر يبقى متر اس سالب 3 او متر اس 3. فبقى الوحده الثانيه ممكن نكتبها كده بسم الله، كيلو جرام، ادي كيلو جرام في متر تربيع يبقى متر تكعيب على ثانيه تربيع مضروبه في كيلو جرام تربيع. ادي يا عم الوحده الثانيه. صليتوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بس خلي بالك في حاجه ممكن نعملها برضو احنا ما عملناهاش. هو مش هنا اصلا كان في كيلو جرام وهنا في كيلو جرام تربيع؟ يعني احنا ممكن نبسط الوحده دي اكتر. ازاي 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 ازاي؟ بسم الله. تعالى هنا. يعني ممكن اجي هنا اقول ان الكيلو جرام هيروح مع التربيع اللي هنا، صح؟ فيبقى بعد كده عندك متر في متر تربيع بمتر تكعيب على الثانيه تربيع كيلو جرام. بس دي الوحده الثانيه نكتبها كده احسن. يبقى متر تكعيب على ثانيه تربيع كيلو جرام. مش ممكن نكتبها دي ثانيه اس سالب 2 كيلو جرام اس سالب 1 بالمره كمان؟ حلو قوي. ادي يا عم الوحده الثانيه. فالوحدات بتاعته عايز تكتب دي صح، عايز تكتب دي صح. طب صيغه الابعاد، حد فاكر من الترم اللي فات لما كنا بنقول صيغه الابعاد بنكتبها بدليل 3 حاجات، الام والال والتي، الكتله والطول والزمن. طب ما الام، هل هنا في ام؟ اس 3، يبقى نكتبها ام اس 3. طيب هنا في ال، لا ثانيه واحده، الام هنا الكتله والكتله هنا اس سالب 1 يبقى سالب 1. طب ال دي وحده قياس الطول، هل هنا في متر او الطول؟ يبقى اس 3. طب والتي هنا الزمن سالب 2
يبقى صيغه الابعاد ام سالب 1 ال اس 3 تي سالب 2، ودي مهمه جدا على فكره وممكن يسالك فيها عشان يربط الترمين مع بعض. حاجه كمان، القيمه بقى بتاعته ثابت الجذب العام ده، مش هو اسمه ثابت؟ وطالما اسمه ثابت يبقى ده رقم ثابت. ومعنى كلمه رقم ثابت على فكره ان هو لا يعتمد ولا على دي ولا على دي ولا على دي ولا على دي. ليه؟ لان لو حاصل ضرب كتلتين مثلا زاد بمقدار، القوه دي هتزيد بنفس المقدار، فده يفضل رقم ايه؟ يفضل رقم ثابت. هتفهم حاجه؟ يبقى الجي رقم ثابت على الرغم ان هو بيساوي اف ار سكوير على ام، لا يعتمد ولا على اف ولا على ار سكوير ولا على الام ولا على الام، ده الجي رقم ثابت. بكام بقى؟ 6.67 في 10 اس سالب 11، وممكن تكتب الوحده دي اللي هي نيوتن متر تربيع على كيلو جرام تربيع. ادي على كيلو جرام تربيع، ده القيمه بتاعه ثابت الجذب العام. لاحظ بقى معايا حاجه بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي، ان ثابت الجذب العام ده 6.6 في 10 سالب 11. اللي بيفهم رياضه، انا هنا ضارب في 10 اس 11؟ لا، ده انا لو ضارب في 10 اس 11 ده يبقى رقم كبير قوي، بس هو كام؟ سالب 11. ومعنى ان هو سالب 11 بالعكس بقى، بدل ما كان كبير قوي ده بقى صغير قوي قوي قوي. وطالما الجي رقم صغير قوي قوي قوي، ده اللي بيخلي قوه التجاذب صغيره قوي 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 قوي، عشان كده مش بنحس ان القلم ده انجذب ليا مثلا. بس امتى بقى تبان؟ لا، مع الاجسام الكبيره. مع الاجسام اللي حاصل ضرب كتلتها ممكن يبقى اكبر من الرقم ده بكتير، فيخلي قوه التجاذب اكبر بكتير، فساعتها تبان. يبقى اللي بيخلي قوه التجاذب قليله ان ثابت الجذب العام رقم صغير قوي قوي. دي جميع المعلومات اللي عايزين نعرفها عنه، القانون، الوحده، صيغه الابعاد، الفاليو او القيمه بتاعته. ما تصلوا على سيدنا النبي. طيب كده انا عايز امسح الكلام ده، كنت بس بشخبط كده عشان الشرح. تعالى هنا بقى، صلوا على سيدنا النبي. بص حبيب قلبي، لو انا جيت قلت لك تخيل معايا ان ده كوكب، ولو يكن مثلا كوكب الارض، اوكي، وفي جسم، ده في جسم بيدور حوالين الكوكب، سواء كان عند السطح بالظبط يعني بيبعد نصف قطر الكوكب، او كان بيبعد عن الكوكب مسافه اسمها اتش. ادي الجسم اهو، حلو قوي. اسال سؤال، مش ده معناه ان هناك قوه تجاذب؟ اللي بيفهم قوه تجاذب بين الجسم والكوكب، يبقى مستر قوه التجاذب هتساوي الجي ام على ار سكوير. حصل. طب اسال سؤال تاني، هو مش الجسم ده ليه قوه وزن؟ طب ما قوه الوزن اللي اسمها اف جي اللي بتساوي ام في جي. طبعا انا معتبر هنا ان ده كتلته ام سمول والكوكب كتلته ايه؟ سمعني ام كابيتال. فالجسم والكوكب ما بينهم في قوه تجاذب اللي احنا حسبناها، لان احنا اتفقنا اي جسمين ما بينهم قوه تجاذب، وانا عارف ان الجسم ده ليه قوه وزنه. حلو قوي. طب اللي بيفهم، مش قوه وزنه دي، تعريف قوه الوزن هو قوه جذبه للكوكب او قوه جذبه للارض. يعني انت عايز تقول يا مستر ان قوه التجاذب كمقدار بتتساوي مع قوه الوزن. المعلومه دي مهمه لان الكتب الخارجيه مش موضحاها وفي ناس بتتغاضى عنها. يبقى مقدار قوه التجاذب ما بين جسم وكوكب هي بتساوي نفس مقدار قوه وزن قوه وزن الجسم. فطالما الاثنين دول بيساووا بعض، مش ده معناه ان انا ممكن اساويهم ببعض؟ طب لو وصلتهم ببعض هيبقى جي ام سمول ام كابيتال على ار سكوير بتساوي ام جي. هفرح قوي لو حد رد عليا. ساعتها مين يروح مع مين؟ الام سمول يروح مع الام سمول، علشان نوصل للعلاقه دي ان المجال بتاع الجاذبيه وعجله الجاذبيه بتساوي جي ام على ار سكوير. وده يعتبر تاني قانون معانا النهارده بعد القانون اللي خدناه مع بعض في اول سبوره. احفظ بقى معايا القوانين بدري كده عشان احنا بنحل نلاقي الموضوع سهل. يبقى عجله الجاذبيه او المجال بتاع الجاذبيه بيساوي جي ام على ار سكوير، حيث جي ثابت الجذب العام، الام هي كتله الكوكب سواء بقى الارض او اي كوكب تاني، والار تربيع اتفقنا المسافه بين مركز الكوكب ومركز الجسم اللي انت بتحسب مقدار جاذبيته. اسال بقى سؤال، هي مين الار؟ الار هو المسافه من هنا لحد الجسم، صح؟ طب لو الجسم كان هنا، يعني لو الجسم كان عند السطح، هناخد المسافه دي، والمسافه دي بتمثل ركز معايا نص قطر الكوكب. الار كابيتال ده بنسميه نص قطر الكوكب. طب لو الجسم كان بعيد عن الارض بمسافه اسمها اتش، فساعتها هناخد المسافه دي. طب المسافه دي عباره عن نص قطر الكوكب زائد المسافه اللي بيبعدها ار زائد اتش. اذا القانون ده فيه تعديلين. لو كان الجسم على سطح الكوكب هيبقى القانون الجي بتساوي بص جي ام
هنشيل كلمه ار ونحط بدلها ار سكوير اللي هو نص قطر الكوكب. ماشي. طب لو كان الجسم على بعد اتش من سطح الكوكب، لا هتبقى المسافه ساعتها من المركز لحد الجسم، يعني يبقى نص قطر الكوكب زائد المسافه اللي بيعتها اللي هي ار زائد اتش، فساعتها جي هتساوي جي ام بدل ار هنكتب ار زائد اتش، واوعى تنسى ان الاثنين عليهم تربيع. يبقى الفرق بين الاثنين عشان نحسب الجاذبيه ساعتها بتاعه المجال على حسب الجسم اللي انت عايز تحسب جاذبيته ده عند سطح الكوكب ولا بيبعد عن الكوكب مسافه اسمها اتش. بس انا لو مكانك ذاكر القانون ده وابقى عارف مين الار، المسافه ما بين الكوكب والجسم. طب لو الجسم عند السطح هتبقى المسافه بين مركز الكوكب والجسم هي نص قطر الكوكب. طب لو الجسم بيبعد عن السطح الكوكب مسافه اسمها اتش، يبقى ساعتها هتبقى المسافه عباره عن نص قطر الكوكب زائد المسافه اللي بيبعد عنها اللي هي ار زائد اتش. صليتوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. السبوره الثالثه وشبه الاخيره معانا اللي عايزين نتكلم عليها، صلوا على سيدنا النبي بقى. بص حبايب قلبي واحده واحده كده. تخيل معايا ان ده كوكب الارض، ادي يا عم ده كده كوكب الارض، وده جبل موجود على سطح الارض. رحنا احنا جينا طلعنا فوق الجبل، ركز بقى كده معايا، وجبنا مثلا زي بندقيه او اي حاجه بتطلع مقذوفات، دبابه مثلا، وقعدنا نضرب مقذوفات من الدبابه، يعني حطينا الدبابه دي على سطح الجبل. حد يقول لي يا مستر هي الدبابه ازاي طلعت على الجبل؟ دي مش موضوعنا، عدي الحتت دي عايزين نخلص. فتخيل مثلا دي دبابه او مدفع عمال يطلع طلقات، المفروض الطلقه وهي بتطلع من المدفع بتطلع بسرعه، طب لما تطلع بسرعه هتقع، طب طلعت بسرعه اكبر هتقع، طب طلعت بسرعه اكبر هتقع. عمك نيوتن بقى قال لك ايه؟ قال لك لو قعدنا نزود السرعه بتاعه المقذوف اللي طالع من الدبابه او طالع من الرشاش ده، ممكن نقعد نزود السرعه لحد ما في مره تيجي الحاجه تطلع من المقذوف، ساعتها مش هتقع، تدور حوالين كوكب الارض بسرعه بالمنظر ده كده. السرعه دي سميناها انا وحضرتك السرعه المداريه. عايز اسمع سموها ايه تاني؟ سمعني. السرعه المداريه. يبقى اي جسم بيدور حوالين الارض، هو المفروض الجسم ده وهو بيدور ايه اللي يحصل له؟ يقع، ما يدورش. يعني انا مثلا انا جسم اهو، تخيل معايا طلعت فوق الارض وانا بدور بسرعتي اللي انا بط اصلا وعامل قد كده، وانت قد 3 4 مرات اصلا وانت في ثانيه ثانوي، ايه اللي هيحصل لك؟ هتقع على الارض. بس لو سرعتك زادت، لقينا ان نيوتن قال لنا لو السرعه بتاعتك زادت الجسم مش هيقع، ده هيدور حوالين الارض بسرعه، سموها السرعه المداريه. ايه اكتر مثال ممكن نشوف فيه الكلام ده؟ القمر الصناعي. كلنا عارفين الاقمار الصناعيه اللي بتبقى في الفضاء دي اللي بتبقى حوالين الارض، اللي بتستخدم في مجال الاتصالات والتجسس وليها استخدامات كتيره، هنبقى ممكن نتكلم عليها بعد ما نخلص الحصه خلاص كجزء نظري كده، نعرف معلومات عامه عنها حتى لو مش بتيجي في الامتحان، بس مش هتخسر حاجه نعرفها يعني. القمر الصناعي بيدور حوالين الارض. طب يا مستر القمر وهو بيدور حوالين الارض، حد سأل نفسه ليه القمر ده مش بيقع؟ لان القمر ده وهم بيقذفوه من الارض عشان يطلع فوق في الفضاء، قذفوه بسرعه معينه كبيره قوي قوي قوي، خلت القمر السرعه بتاعته دي بدل ما يمشي ويقع يقعد يلف حوالين الارض. السرعه اللي مشي بيها القمر الصناعي دي بنسميها انا وانت السرعه المداريه، اسمها السرعه الايه؟ المداريه. طب عايزين نحسبها ازاي؟ صلوا على سيدنا النبي. تخيل معايا ان لو ده كوكب الارض ماشي، وده القمر الصناعي اللي بيدور حوالين كوكب الارض، مش ده مثلا ليه كتله اسمها ام كابيتال، واكيد القمر الصناعي كتلته اقل نسميها ام سمول. طب مش الاثنين دولت ينشا بينهم قوه تجاذب؟ حصل. طب قوه التجاذب دي بتساوي جي ام بتاعت الكوكب سواء كوكب الارض او كوكب تاني في ام القمر الصناعي على ار سكوير. حصل. طب اسال سؤال الناس بقى اللي مذاكره الاسبوع اللي فات، هو القمر الصناعي بيدور في خط مستقيم ولا مسار دائري؟ مسار دائري. طالما بيدور في مسار دائري في قوه بتاثر عليه اسمها القوه الجاذبه المركزيه اللي خدناها الاسبوع اللي فات اللي هي اف سي، اللي كانت بتساوي لو حد فاكر الكتله في الاي سي اللي هي العجله المركزيه، والعجله المركزيه دي لو انتم فاكرين فكيناها لفي سكوير على ار. حلو قوي. طيب ايه رايك لو انا قلت لك ان مقدار الاثنين دول بيساووا بعض؟ يعني مقدار القوه اللي بتجذب القمر الصناعي نحو المركز اللي هي الاف سي بتساوي مقدار قوه التجاذب ما بين الكوكب وما بين القمر الصناعي. طب لو الاثنين دول بيساووا بعض وسناهم ببعض كده هيبقى جي ام كابيتال على ار سكوير بسم الله بتساوي ام في سكوير على ار. اللي هيكمل معايا ده عظيم. تعالى بقى ايه اللي هيحصل؟ ما انا هطير الام مع الام. حصل. نكبر بس الفي سكوير، ادي الفي سكوير
احنا دلوقتي عايزين نحسب السرعه المداريه اللي القمر الصناعي لازم يدور بيها عشان ما يقعش. اصل لو سرعته قلت ايه اللي هيحصل له؟ هيقع، مش هيطلع من الارض لحد الغلاف اصلا. طب حلو قوي. انا عايز احسب بقى الفي دي، احسبها ازاي؟ طيرت الام مع الام وطيرت الار مع التربيع، صح؟ فاصبح الفي تربيع لو انت مركز هتساوي جي ام على ار. مش الام راحت مع الام والار راح مع التربيع، فبقى الفي جي بيساوي جي ام على ار، حيث الام طبعا كتله الايه؟ الكوكب، هو مثلا غالبا هيبقى كوكب الارض. طب انا عشان اشيل التربيع، الناس اللي مركزه معايا، اعمل ايه الناحيه الثانيه؟ اخد الجذر، فبقت الفي بتساوي جذر جي ام على ار، حيث الفي حبيب قلبي دي هي دي اللي بنسميها السرعه المداريه. مش عايزك تحفظ حاجه غير لما تفهم. ليه بنتكلم على السرعه المداريه؟ انا دلوقتي بتكلم على القمر الصناعي. القمر الصناعي ده المفروض لما انا احدفه من الارض لحد الفضاء عشان يدور حوالين الارض، المفروض لما احدفه يقع. عمك نيوتن قال لو قعدنا نزود السرعه بتاعته هيقع، زودناها يقع لحد ما نزوده لسرعه معينه بدل ما يقع هتخليه يلف حوالين الارض. السرعه دي سموها السرعه المداريه عشان هو بيدور حوالين مسار دائري. فاحنا حسبناها واثبتنا الاثبات بتاعها اهو، طلعت بتساوي جذر جي ام على ار. هل الاثبات ده نستفاد منه حاجه واحنا بنحل؟ نهائي، انا بس بعمله عشان افهمك. بس اللي يخصك واحنا بنحل القانون ده والقانون ده والقانون ده ومعظمهم تقييد مباشر والدنيا حلوه قوي، بس انا بس بفهمك الدنيا جت منين. السؤال بقى هنا، انا عايز احسب السرعه المداريه، احسبها ازاي؟ يطلع حد يقول لي يا مستر انت عبيط، ما انت لسه قايل اهو السرعه بتساوي جذر جي ثابت الجذب العام في كتله الكوكب على ار على المسافه ما بينهم. حلو قوي. انا عايز اقول لك بقى ان السرعه المداريه دي احنا ممكن نحسبها بنفس قوانين السرعه بتاعه المسار الدائري اللي خدناها الاسبوع اللي فات. ليه؟ هو مش ده بيدور حركه دائريه؟ يعني ممكن نستخدم السرعه او نحسب السرعه بنفس قوانين الحركه الدائريه الاسبوع اللي فات. طب ما اللي مذاكر، ما السرعه كانت بتساوي 2 باي ار على تي، القانون اللي حلينا بيه معظم مساوئ الاسبوع اللي فات، وكانت بتساوي 2 باي ار 1 على تي، نشيله ونحط التردد اللي احنا سميناه الاسبوع اللي فات اف لو انت فاكر. فاصبح السرعه ليها 4 قوانين، الاثنين بتوع الحركه الدائريه الاسبوع اللي فات، واحد خدناه دلوقتي، واحد جديد عايزين نثبته بقى. الجديد ده نثبته ازاي؟ صلوا على سيدنا النبي. تعال على جنب كده. هو مش انت وصلت ان الفي بتساوي جذر جي ام على ار، صح؟ طيب مش انت في السبوره الثانيه اللي كان مركز معايا بسم الله اثبت ان الجاذبيه دي بتساوي جي ام على ار سكوير؟ عايز اكتبها ان الجاذبيه بتساوي جي ام على ار سكوير. ركز معايا بقى الله يرضى عنك. انا عندي حل حلو قوي. ايه رايك لو حصل الاتي؟ ايه رايك لو جينا هنا بعد اذنك الناس اللي بتفهم رياضه، ضربت فوق في ار وضربت تحت على ار، حد هيزعل؟ هل كده رياضيا اخليت بالمعادله؟ لا. فبقت الفي هتساوي، ركز معايا بقى، جذر جي ام ار على ار سكوير. يا سلام لو حد كمل. اجي اعمل ايه بقى بعد كده؟ اروح شايل ده كله جي ام على ار سكوير وحاطط بدلها جي، عشان الفي ساعتها هتساوي جذر الجي في الار. هو ده القانون الرابع. يبقى الفي هتساوي جذر الجي في الار، عشان نبقى خدنا جميع القوانين بتاعه السرعه المداريه. تستخدم انهي واحد بقى؟ كلهم مهمين جدا جدا، ومهم جدا تبقى مذاكرهم، بس الكلام ده على حسب معطيات المساله. السرعه المداريه هي السرعه اللي بتخلي القمر الصناعي يدور او يطلع من الارض ويدور في الفضاء من غير ما يقع، وزي ما فهمنا انا وانت الكلام ده من شويه. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى بقى ننهي الكلام مع اخر سبوره معانا، واقول لك على ملحوظه مهمه كده. هو مش احنا قلنا ان السرعه المداريه بتساوي جذر جي ام على ار وفي نفس الوقت بتساوي 2 باي ار على تي، صح؟ يعني انا عايز اكتب اهو معلش ان بما ان السرعه المداريه بتساوي جذر جي ام على ار وفي نفس الوقت بتساوي نفس السرعه من الاسبوع اللي فات اللي هي 2 باي ار على تي. طب لو انا طلبت منك انك تشيل الجذر، عشان تشيل الجذر هتعمل ايه في الطرفين؟ هتربع الطرفين، فلو ربعت الطرفين الجذر هيروح هنا. ماشي، وهنا يتبقى ربع بقى 2 تربيع 4 باي تربيع باي تربيع ار تربيع ار تربيع تي تربيع تي تربيع. طب اطلب منك طلب، ممكن تجيب لي التي تربيع في طرف لوحده؟ قوي قوي. يبقى التي تربيع هتساوي ده في ده على ده، يبقى 4 باي ار تربيع في ار، تبقى ار تكعيب على جي ام. الناس اللي بتفهم بقى، حد خد باله ان الاربعه ثابت والباي ثابت والجي رقم ثابت وكتله الكوكب رقم ثابت؟ ده معناه
ان مربع الزمن الدوري القمر الصناعي بيتم فيه دوره كامله يتناسب طرديا مع الار، ولا الار تكعيب؟ الار تكعيب، والمعلومه دي مهمه عشان عليها سؤال هنشوفه ان شاء الله النهارده مع بعض في الواجب. دي كانت اخر ملحوظه معانا. اخر حاجه بعد كده عايزين نتكلم عليها نقراها بس كده مع بعض، جبناها من اخر صفحه كتبناها لك. اهميه الاقمار الصناعيه. في اقمار صناعيه بيبقى ليها علاقه بمجال الاتصالات اللي بتستخدم في نقل التلفزيوني والاذاعي، المنتشره اللي بتجيلنا من الدول الاوروبيه والدول الافريقيه دي لحد مصر، او الماتش اللي بيتلعب حتى عندنا هنا بيجي لنا ازاي؟ ما هو الارسال بيتبعت القمر الصناعي ثم بيجي لنا مره ثانيه. في برضه نوع من الاقمار بنسميها الاقمار الفلكيه اللي وظيفتها ان هي بتصور الفضاء، نعرف بقى الكواكب والنيازك والكويكبات وده هيسقط امتى، اي حاجه في الفضاء بتصورها لنا. في اقمار ثانيه دي مهمه جدا بقى اسمها اقمار صناعيه للاستشعار عن بعد. الاستشعار عن بعد دي مثلا عشان يراقب الطيور، يعرف الناس مثلا في طيور بتهاجر من منطقه لمنطقه، يراقب فيها المحاصيل الزراعيه. ممكن كمان يحدد اماكن ثروات الارض، يعني ازاي مهندسين البترول بيقدروا يعرفوا تحت الارض ايه نوع المعدن الموجود، في نحاس، في فضه، في ذهب، بيعرفوا ازاي؟ مين اللي بيصور الكلام اللي تحت الارض ده؟ الاقمار الصناعيه. في برضه اقمار صناعيه مهمه جدا اسمها اقمار التجسس، ودي اللي بتوفر المعلومات العسكريه. انا مثلا بلد بحارب بلد، فعايز اعرف مثلا في المكان الفلاني هم عاملين معسكر ولا لا، ايه انواع الاسلحه اللي عندهم، ازاي بيقدروا يعرفوا المعلومات دي؟ باستخدام الاقمار الصناعيه. ودي كانت اهم المعلومات النظريه اللي ليها علاقه باستخدامات الاقمار الصناعيه. عشان كده نقدر نقول ان اللهم لك الحمد خلصنا الحصه بتاعتنا وي ار كواليفايد، مؤهلين ان احنا نخش نحل دلوقتي باذن الله. صلوا على سيدنا النبي. تعالى نسمي الله مع بعض، يلا ونبدا مع بعض في حل اخر شيت. اللهم لك الحمد يا رب. السؤال الاول بيقول لي جسمان كتلتيهما 2 و8 والبعد بينهما 20، فاذا علمت ان ثابت الجذب العام عايزين قوه التجاذب. طب ما انا عارف ان الاف بتساوي جي ام على ار سكوير، وخش عوض. طب ما الثابت احنا حافظينه اصلا كده كده 6.67 في 10 سالب 11، الكتلتين واحده ب2 وواحده ب8 على الار سكوير. الار 20 سم، انا بشتغل بالمتر يعني 20 في 10 اس سالب 2، واوعى تنسى ان الكلام ده تربيع. نحسبها مع بعض بالاله، يبقى 6.67 في 10 اس سالب 11 في 2 في 8 افتح قوس على 20 في 10 اس سالب 2 تربيع. تعويض مباشر تطلع 2.6 في 10 اس سالب 8، يبقى الاجابه رقم الف. كرتان لهما نفس الكتله والبعد بين مركزيهما 2 وقوه التجاذب كذا، فان كتله كل من الكرتين معا. طب ما هو نفس القانون، انا عارف ان الاف بتساوي جي ام على ار سكوير. هو ولا عايز دي ولا عايز دي، هو عايز الاثنين مع بعض، فاخش اقول له اذا الام في ام هما الاثنين مع بعض بتساوي ده في ده على ده، يعني هتساوي اف ار سكوير على جي، ونخش نعوض. يلا نعوض. الاف قوة التجاذب اهي 6.67 في 10 اس سالب 9 في الار 2 تربيع يعني 4 على الجي 6.67 في 10 اس سالب 11، يطلع الكلام ده 400 كيلو جرام، يبقى حاصل ضرب كتلتين 400. كرتان كتلتيهما كذا كذا والبعد كذا، فاذا كان ثابت الجذب كذا فان قوه التجاذب برضه كلام هبل قوي. ما انا عارف ان الاف بتساوي جي ام على ار سكوير. الجي هنسيبه زي ما هو عشان هو قال لك احسبها بدلاله الجي، ما ادالناش الجي بكام. الامات 28 وانصاف الاقطار 2/10 تربيع، يبقى 8 في 20 على 2/10 تربيع يطلع 4000 جي، يبقى الاجابه رقم ج. ايه الهبل ده يعني؟ في الشكل المقابل كرتان متماثلتان كتله كل منهما ام ونصف قطر كل منهما ار، فان مقدار قوه التجاذب. يلا بينا. ما الاف بتساوي جي ام على ار تربيع. لو دخلنا عوضنا انا هنزل الجي، مش هو قال لك ان الكرتان متماثلتان، فلو دي ام ودي ام يبقى ام في ام سكوير. حلو قوي. طب المسافه من هنا لهنا كام؟ 2 ار. طب انا لما احط 2 ار بس عليهم تربيع فيبقى جي ام سكوير 2 في ار تطلع 4 ار سكوير، يبقى جي ام سكوير على 4 ار سكوير، يبقى الاجابه رقم ب. كلام اهبل جدا 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 يعني. وحده قياس ثابت الجذب العام كنا شارحينه في الشرح، فنختاره على طول عشان ما نضيعش وقت. اذا تضاعفت المسافه بين مركزي الجسمين وبقيت كتلتيهما ثابتتين فان قوه التجاذب، اكتب القانون، مش الاف بتساوي جي ام على ار سكوير.
ده ثابت والكتلتين ثابتين، يبقى الاف مع الار سكوير علاقه عكسيه. طب هو قال لك ان المسافه زادت للضعف، يعني هنشيلها ونحط 2. طبعا هنا 1 بس 2 تربيع بقى، يبقى 2 تربيع ب4، بس هنا في 1 يبقى 1 على الربع، يبقى هتقل للربع، يبقى تصبح ربع قيمتها الاصليه لان الاف مع الار سكوير علاقه عكسيه. جسمان كتله الاول M1 والثاني M2 والبعد بين مركزهما R. طب نكتب القانون الاول. ادي القانون نفس الفكره، جي ام ام على ار سكوير. ايه اللي حصل بقى؟ الجي كده كده ثابت. قال لك فاذا زادت كتله الاولاني زادت للضعف، فيبقى ده بقى ب2. طب الثاني ما جاش جنبه، يبقى الثاني كمان ثابت. اللي ثابت اهمله في مسائل النسب. وزاد البعد بين مركزهما للضعف، البعد زاد للضعف بس عليه تربيع، فينزل 2 تربيع ب4، 2 على 4 للنص، يبقى تقل للنص. اهبل قوي، كلام اهبل قوي قوي قوي. اللي بعده، الشكل المقابل يوضح قمرين صناعيين يدوران حول كوكب، فاذا كان مقدار قوه جذب الكوكب ثابته. طب هو مش انا عارف ان مقدار قوه جذب ما بين الكوكب والقمر الصناعي والكوكب والقمر الصناعي الثاني هتساوي جي ام على ار سكوير. هو قال لك ان القوه ثابته وده ثابت، وكتله الكوكب الام كابيتال ثابته، يبقى اللي بتختلف مين؟ كتله القمر الصناعي ونصف القطر اللي هو البعد ما بين الكوكب والقمر الصناعي. طب لو ضربنا وسطين في طرفين مش كده كله راح؟ يعني 1 بيساوي ام على ار سكوير، فلو ضربنا وسطين في طرفين هتبقى الام بتساوي ار سكوير، يبقى ده معناه ان لو ده زاد ده زاد يبقى الام بتتناسب مع الار سكوير. فطالما علاقه طرديه، فلو مكتوب ام اكس على ام واي هكتب ار اكس على ار واي، بس خلي بالك الارات عليها تربيع فلازم نحط هنا تربيع. طيب ما هو ار اكس ب 2 ار، لا ار اكس بار، انا اسف، فلما يتربع يبقى ار تربيع. ار واي كل ده ب 2 ار، ف 2 ار لما يتربع يبقى 4 ار تربيع، فدي تروح مع دي يتبقى 4 ولا 1 على 4؟ 1 على 4. ايه العلاقه بين الاف والار سكوير؟ عكسيه، صح. طب مش انا عارف ان الاف بتساوي جي ام على ار سكوير، فالاف مع الار سكوير علاقه عكسيه بس مع الواحد على ار سكوير. يعني انا لو اتعاملت ان الواحد على ار سكوير كله حاجه واحده، فلو ده زاد ده يزيد، فيبقى الاف مع الار سكوير عكسي بس مع الواحد على ار سكوير طردي. بطريقه ثانيه، الاف مع الار سكوير عكسي، طب مع واحد على ار سكوير يعني عكستها، طب هي كانت عكسيه، طب لما عكسها تبقى طرديه. اللي بعده، مش مكمل، انا عندي علاقه بينيه، هخش اجيب الاسلوب بطريقتين، مره فيزياء ومره رياضه. من الفيزياء خش هات علاقه من اللي فوق واللي تحت، جي ام على ار سكوير. الخطوه الثانيه، مين هو الميل؟ معامل محور السينات. محور السينات هنا اسمه ام، يبقى الميل معامل ام اللي هو جي على ار سكوير، ده الاسلوب. طب من الرياضه، الصادات على السينات، يبقى 1 على 100، 1 على 100، بس خلي بالك الواحد هنا مضروب في كام؟ اوعى تنسى، في 10 اس سالب 9. ساوي الميل من الرياضه بالميل من الفيزياء، يبقى اذا الجي على ار بيساوي 1 في 10 اس سالب 9 على 100. طب الجي على ار، الجي كده كده رقم ثابت اللي هو 6.67 في 10 اس سالب 11، هو مديهولك لو انت مش حافظه، على الار سكوير. هو بقى عايز الار سكوير يبقى وسطين في طرفين، ده في ده على ده، يبقى 6.67 في 10 اس سالب 11 في 100 على 10 اس سالب 9، يطلع الكلام ده 6.67 على الار تربيع، هات الجذر يطلع 2.5، 2.58، يبقى اجابه رقم ب. اللي بعده، عجله الجاذبيه الارضيه تختلف حسب الارتفاع عن سطح الارض ولا الثابت الكوني؟ هو مش انا عارف ان دي بتساوي جي ام على ار سكوير؟ طب ده ثابت وكتله الكوكب رقم ثابت، يبقى ليها علاقه بمين؟ بالبعد، يبقى تختلف حسب الارتفاع عن سطح الارض. يعني كل ما الارتفاع عن سطح الارض زاد الار هتختلف فالجي هتختلف. احنا لسه قايلين، هو بيقول لي هنا تكون شده مجال الجاذبيه اقل. طب مش انا عارف ان هي بتساوي جي ام على ار سكوير؟ حصل. طب ما ده ثابت وده ثابت، يبقى الجي مع الار سكوير علاقه عكسيه. انا عايز اقل، يبقى اختار اكبر بعد. فين هنا اكبر بعد عن سطح الارض؟ ايه؟ يبقى النقطه رقم ايه. كلام اهبل جدا جدا جدا، اللهم لك الحمد يا رب. اذا علمت ان نصف قطر كوكب الارض او كوكب ما كذا، ادي الار وكتلته كذا وثابت الجذب العام كذا، عايزين قوه الجذب التي يتاثر بها جسم كتلته. طب ما قوه الجذب
بتساوي جي ام على ار سكوير، ونخش نعوض. ثابت الجذب العام 6.67 في 10 أس سالب 11 في الام الاولانيه 1.9 في 10 أس 27. الام الثانيه هو مديها لنا بواحد على الار سكوير. ما هو الار اللي هو نص القطر يعني 7.14 في 10 أس 7 الكل سكوير، يطلع الكلام ده 24.8. يبقى الإجابة رقم أ. طب عايزين قيمة عجلة الجاذبية. طب ما أنا عارف إن جي بتساوي جي ام على ار سكوير، ونخش نعوض. يلا 6.67 في 10 أس سالب 11 في الام 1.9 في 10 أس 27 على الار سكوير 7.14 في 10 أس 7 سكوير، يطلع 24.85. 24.8 يبقى رقم أ. كوكب كتلته، يبقى أنا معايا الكتلة ومعايا نصف القطر، فإن شدة المجال لهذا الكوكب عند نقطة تبعد كذا عن سطح الأرض. خلي بالك بقى إن دلوقتي ده الكوكب. احنا الاول كنا بنعوض بنصف القطر اللي هو ار. طب دلوقتي الجسم بيبعد مسافه تعالى نسميها اتش، انا بعوض بدي كلها. يعني الار هنا هيبقى عباره عن الار زائد الاتش، خدنا احنا الحته دي واحنا بنشرح. فاذا هخش اقول ان جي بتساوي جي ام على ار تربيع. الار هنا هيبقى عباره عن ار زائد اتش تربيع، ونخش نعوض. بسم الله. الجي 6.67 في 10 أس سالب 11 في الام 5.98 في 10 أس 24 على افتح قوس الار زائد الاتش. نصف القطر 6.378 كيلو متر في 10 أس 3 في 10 أس 3 زائد الاتش 36,000 كيلو متر يعني في 10 أس 3. اقفل القوس وما تنساش التربيع. يطلع الكلام ده 22 من 100. 22 من 100. 22 من 100 بالمنظر ده كده، او 222 من 100. هل دي في الاختيارات؟ لا. طب مش انا لو حركت العلامه دي كده وحركت العلامه دي كده هتبقى 22.2 في 10 أس كام؟ أس سالب 2 في 10 أس سالب 2. يبقى الإجابة رقم ايه؟ احنا لو دوسنا اصلا اي ان جي لوحدها هيطلع لك الرقم اللي قدامك ده. طيب نفس الفكره، انا عارف ان جي بتساوي جي ام على ار سكوير، فالجي مع الار سكوير علاقه عكسيه، بس مع الواحد على الار سكوير علاقه طرديه، تبقى دي الصح. طب الجي احنا لسه كاتبين ان جي بتساوي جي ام على ار سكوير. طب مع كتله الكوكب بقى لا، علاقه طرديه على طول، يبقى الاجابه رقم ج. إذا تخيلنا أن الأرض بدأت في الانكماش بانتظام بينما ظلت كتلتها ثابتة، فإن قيمة عجلة الجاذبية العرضية على سطحها، هو أنا عارف إن عجلة الجاذبية بتساوي جي ام على ار سكوير. هي معنى كلمة الأرض انكمشت يعني الار بيقل. طب لو الار قلت الجي هتزيد، يبقى كده هتزيد، يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى يا دي يا دي. طب ليه هتزيد؟ لأن الجي مع الار علاقة عكسية تتناسب عكسيا، يبقى الإجابة رقم ألف. إذا علمت أن عجلة الجاذبية على سطح القمر سدس عجلة الجاذبية على سطح الأرض، فإن النسبة بين ثابت الجذب العام وثابت الجذب العام على القمر، لا ثابت الجذب العام رقم ثابت، يبقى النسبة 1:1. يعني جي تختلف، عجلة الجاذبية تختلف، بس ثابت الجذب العام رقم ثابت مش بيختلف. ثابت الجذب العام على الأرض على القمر على أي حتة هو رقم ثابت، اللي هو 6.67 في 10 سالب 11. يلا إيه اللي بعده؟ بسم الله. يعني السؤالين دولت لما خلصنا نص الشيت. عدة أجسام مختلفة الكتلة توجد على سطح كوكب كتلته كذا، والشكل البياني. طب استنى ما تكملش، أنا معايا الإف والإم. أنا معايا الإف والإم. طب مش أنا عارف إن قوة الجذب هي قوة الوزن؟ يعني الإف دي أنا ممكن نعتبرها إف جي اللي بتساوي إم جي. فلو جبنا الميل مرة فيزياء ومرة رياضة، أدي أول خطوة جبنا علاقة من اللي فوق لتحت. الخطوة الثانية السلوب معامل محور السينات، يعني معامل الإم اللي هو الجي. وفي نفس الوقت بيساوي صادات على السينات 45 على الخمسة فيها ال9. يبقى انا كده استفدت ان مين بيساوي مين؟ الجي بتساوي 9. جميل.
طب عايزين نصف القطر. طب ما انت بعد ما جبت الجي، انا عارف ان الجي بتساوي جي ام على ار سكوير. هو عايز الار سكوير، يبقى الار هتساوي جي ام على جي، بس عشان اشيل السكوير لازم اخد الجذر واخش اقعد. يبقى جذر الجي 6.67 في 10 أس سالب 11. الام مديها لنا 4.88 في 10 أس 24 على الجي اللي احنا لسه جايبينها ب9. يطلع الكلام ده 601. هيطلع 601 3 8 3 5. انا عايز 6 في حاجه، عد 1 2 3 4 5 والخمسه كمان تخش جوه دي كده 6. يبقى 6 في 10 أس 6. ادي لو دوست اي ان جي على طول تطلع 6 في 10 أس 6. 6 في 10 أس 6. بسم الله بسم الله بسم الله. عايزين بس نتاكد ان كل حاجه تمام. هو المفروض نص القطر. بسم الله نراجع كده مع بعض. 6 في 10 أس 6. 6 في 10 أس 6. بس خلي بالك دي المفروض 6 في 10 أس 6 متر. جامدة دي. يعني لازم تطلع 6 في 10 أس 6 متر. طب أنت عايزها كيلو متر. نقسم على 10 أس 3 أو نضرب في 10 أس سالب 3. ثواني. أنت كيلو متر. يعني 6 في 10 أس 6 متر سوري. أنت عايزها كيلو متر. يبقى تقسم على 1000. فلو قسمنا على 1000 تطلع 6 في 10 أس 3. حلوة قوي. انت طلعتها 6 في 10 أس 6 متر. طب انت عايزها كيلو متر من رقم صغير لرقم اكبر، اقسم على 1000 او اضرب في 10 أس سالب 3 فتطلع في الاخر 6 في 10 أس 3. السؤال اللي بعده. الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقه ادي جي وادي 1 على ار سكوير. عايز الام. طيب ما انا هخش اجيب الميل مره فيزياء ومره رياضه. الجي بتساوي جي ام على ار سكوير. الميل معامل محور السينات يعني معامل 1 على ار سكوير، يعني هيساوي جي ام. يبقى السلوب هيساوي الجي في الام، وفي نفس الوقت بيساوي الميل من الرياضه. يعني مين على مين؟ 2 على نص. بس خلي بالك النص ده مضروب في كام؟ في 10 أس سالب 14. ساوي الاتنين ببعض. يبقى جي في ام بيساوي نص في 10 أس سالب 14. انت عايز الام يبقى اقسم ده على ده. يبقى هنقسم نص في 10 أس سالب 14 على جي 6.67 في 10 أس سالب 11. يطلع كام؟ يطلع 7.49 في 10 أس سالب 5. 7.49 في 10 أس سالب 5. في حاجة عملناها غلط؟ بسم الله بسم الله بسم الله. احنا قسمنا 2 على النص. 2 على النص. أنا عايز أجيب الام. والميل هنا هيساوي جي ام. انا عايز اجيب الام يبقى هقسم ده على ده. في حاجه. هو الميل من الرياضه مش بيساوي نص في 10 17. ده بيساوي 2 على ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ ده بيساوي 2 على ده. فانا عشان اجيب الام هقسم ده على ده. يعني هقسم 2 على نص في 10 أس سالب 14. هيطلع رقم. الرقم ده نقسمه على الجي اللي هو 6.67 في 10 أس سالب 11. يطلع 5.9 في 10 أس 24. 5.9 يعني 6. يبقى 6 في 10 أس 24. يبقى الإجابة رقم د. أنت ما تعرفش إحنا بنصور الحصة دي وإحنا تعبانين إزاي، وأنا مش بصيح لك والله، أنت مالكش فيه. بس أتمنى إخواتي يقدروا تعبنا، فأنا والله حاسس إن هيغمى عليا دلوقتي، فعشان كده هنوقف الحصة. إحنا حاليا نص الشيت تقريبا، وأنت شايف مستوى الأسئلة عامل إزاي. والنص التاني ان شاء الله هينزل بكره على المنصه. بس انت ممكن لو انت بتذاكر دلوقتي تمشي ايدك في الحل وتحاول تحل انت وتختبر نفسك وتتاكد من الحل ان شاء الله لما هينزل بكره. بس احنا حبينا ننزل الكلام ده عشان خاطر اخواتنا بتوع الازهر. ان شاء الله انتظروا تفاصيل فيديو المراجعه النهائيه. وعايزين بقى نودع السنه والمجهود الكبير اللي اتبذل ده. هنتكلم فيه فيديو ينزل على صفحه الفيسبوك وينزل برضه قناه اليوتيوب عشان نقول لك المراجعه النهائيه هنراجع ايه ونحل امتى والخطه بتاعتنا بالجدول الزمني بكل حاجه. بحبكم في الله. اخوكم اشرف حسام.